السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. طيب نخش في الموضوع على طول عشان انا ما بحبش اتكلم كتير. ايمن حسين اسطوره كرويه عراقيه في 2024 وده اللي هنتكلم عنه. الصوره اللي قدامك دي مش مجرد لاعب كره قدم عادي، دي حكايه تاريخيه، ملحمه شخصيه، رقم قياسي عالمي. اسمح لي اعرفك ان ده ايمن حسين، مهاجم منتخب العراق، ايقونه كره القدم العراقيه في 2024. ايمن حسين عمل رقم قياسي استثنائي، قدر يسجل 10 مباريات متتالية مع منتخب العراق. محدش قدر يعمل الموضوع ده في الألفية الجديدة. أول حاجة ال10 أهداف دول جم إزاي؟ أول حاجة 4 أهداف في كأس آسيا، هدف في أندونيسيا، هدفين في اليابان، هدفين في فيتنام، هدف في الأردن. ال4 حاجات دول كانوا في كأس آسيا. وبعد كده هدفين في الفلبين بس في تصفيات كأس العالم، هدف في أندونيسيا في تصفيات كأس العالم، هدف في فيتنام في تصفيات كأس العالم، هدف في عمان في تصفيات كأس العالم، هدف في كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم. محدش في القرن ال21 حقق الرقم ده. أيمن حسين سجل 13 هدف مع المنتخب في سنة واحدة، ده غير الأهداف اللي سجلها في أولمبياد باريس ضد أوكرانيا والأرجنتين. هداف قارة آسيا في 2024. لكن النجاح ده ما جاش بالساهل. أيمن حسين عاش مأساة شخصية، والده توفى وهو عنده 11 سنة لأنه رفض يسيب جيش بلده. لما بدأ مشواره الكروي مع نادي دهوك اضطر يسيب مدينته كلها بسبب تدمير منزله، وعاش سنة كاملة بدون نادي. رغم كل ده قدر يكون العمود الفقري لمنتخب العراق، هداف العراق في كأس الخليج 2023. سجل هدف الفوز ضد قطر في نص نهائي وكان السبب في فوز العراق بالبطولة. في كأس آسيا والتصفيات فضل هو النجم الأول بالرغم من معاناة المنتخب مع المدرب اللي مش قادر يستغل إمكانيات اللاعبين. أيمن حسين مش مجرد لاعب، أيمن حسين هو فخر العراق، فخر العرب، والملهم لكل شاب عراقي طموح. عشان كده لما نشوف صورة أيمن حسين ما بنشوفش بس لاعب كرة، بنشوف كفاح، إنجاز، إرادة ما تعرفش المستحيل. كل التقدير لنجمنا أيمن حسين اللي كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم الآسيوية والعربية. أيمن حسين أنت مش مجرد لاعب، أنت رمز وأسطورة وقصة نجاح عراقية. سلام.